هنا بغيت نوصل واحد الميساج، راه كنتحاسبوا ونقول لكم اللي دا شي. اسمع لي. هنا بغيت نوصل واحد الميساج، راه كنتحاسبوا ونقول لكم اللي دا شي اطار الارض، شي مشروع اللي كان مخصص شي حاجه، راه ما غنتفارقوش معاه وغنرجعوا للماضي كامل نتحاسبوا مع الناس باش نكونوا واضحين. اللي دا شي طرد الارض اللي ماشي من حقه خصو يردها، ومن الاحسن يردها قبل ما نوصلوا معاه، لان نوصل خزيت باش نهضروا بالهضره ديال الدارجه. باش نكون اللي دا شي طرد الارض اللي ماشي ديالو اللي ترجع للجماعه، ولا اللي دا شي درهم ماشي ديالو، من الاحسن له يردو. وراه في الدار البيضاء راه بدينا مع مجموعه الناس وحنا غنمشيو حتى الاخر. اللي دا شي درهم ديال الجماعه الترابيه اللي ماشي من حقه يديها، من الاحسن له يردها بالخاطر امين، غيردها بزز غيردها بزز. ما كاينش متر واحد مربع اللي بقى شيت في شي موضع ولا شي طريق ولا يتم الاستحواذ عليه، راه ما كايناش. راه كاين ناس خدامين اليوم في الدار البيضاء وراه يخدموا مدن اخرى، وكنقول لكم اللي دا شي طرد الارض ولا دا شي درهم، من الاحسن له انه يردها عن طيب خاطر، ودا ما رداش عن طيب خاطر يردها كيف كنقولوا بزز منه. لا، هذه اسس الحكامه، لان ما يمكنش. وهنا نهضروا على مع الساده بطبيعه الحال، كتعرفوا انا الغيره اللي عندي على المنتخبين، لانني كنعتبر راسي بان واحد من المنتخبين، وديما كنهز لهم القبعه وكنحييهم لانهم في الصف الامامي. راه حتى واحد ما كيفرض عليهم انهم يمشيو لسميتو. المجموع العام ديال المنتخبين ناس اتقياء، كيف كيقولوا انقياء ولا نزهاء، الناس اللي عندهم غيره على الوطن. الناس هذه مساله مفروغ منها، لكن كاين واحد ماشي قليه، بعض مع الاسف يعني ما كيساعدوني راسهم من الجماعات ديالهم من السلطات انها تقوم العمل ديالها. الناس كيقوموا الواجب ديالهم على اتم وجه، وكيجي واحد كيسمح في حق الجماعه، راه ماشي حقه هو باش يسمح فيه، حق المواطنين، ما عندوش الحق يسمح فيه. هذاك اللي ما كيرفعش دعوه خصو يرفعها، راه كيدير الظلم. هذاك اللي خصو يمشي للاستئناف وما كيمشيش، هذاك اللي خصو يمشي للنقد وما كيمشيش، هذاك اللي كيتفاهم باش يخلص واحد الحاجه اللي ماشي من حقه يخلصها. هادو هما اللي كيسبوا المشاكل المنتخبين اللي هما نزهاء. هادو خصنا نحاربوهم، وخصكم نتوما تحاربوهم معنا. راه كاينين مع الاسف قله قليله بزاف، باش نتفاهموا، راه ما كنهضروش على المئات، ولا يعدون على رؤوس الاصابع، لكن الخطر ديالهم هو انهم كيطعنوا في النزاهه وكينقصوا من القيمه. شكون الاخوان اللي قال حنايا مسؤولين على المنتخب؟ بطبيعه الحال، وهادو هما الاساس اللي خصنا نحاربوهم كاملين بينا.